شهدت الحدود الشرقية للمغرب انتشارا مكثفا لعناصر القوات المسلحة الملكية، وذلك في ظل التوترات المتصاعدة بين المغرب والجزائر خلال الفترة الأخيرة. وتتحدث تقارير إعلامية عن استمرار الجزائر في تعزيز تعاونها العسكري مع روسيا من خلال السعي إلى الحصول على أسلحة ومعدات عسكرية جديدة، في وقت يواصل فيه المغرب تطوير قدراته الدفاعية وتحديث تجهيزاته العسكرية. وبحسب هذه التقارير، دأب المغرب خلال السنوات الأخيرة على تعزيز وجود وحدات من الجيش في المنطقة العازلة كلما شهدت المنطقة توترات أمنية، كما أصبح انتشار القوات بالقرب من الحدود الشرقية أكثر حضورا مقارنة بالسنوات السابقة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن قرار تعزيز الانتشار العسكري لم يكن مجرد رد فعل على التصريحات السياسية، بل جاء أيضا في ضوء تطورات ميدانية وتحركات عسكرية على جانبي الحدود. وفي المقابل تستمر حالة التوتر السياسي والإعلامي بين البلدين، حيث تتبادل الرباط والجزائر الاتهامات بشأن عدد من القضايا الإقليمية والأمنية في ظل استمرار الخلافات القائمة بينهما. وفي هذا السياق أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المغرب لن يسمح بأي محاولة للتسلل إلى المنطقة العازلة، مشددا على أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي تحركات تهدد أمنها أو تمس سلامة أراضيها. وأضاف أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد في مناسبات سابقة أهمية الحفاظ على أمن المنطقة العازلة، مع الإشارة إلى الدور المنوط ببعثة الأمم المتحدة في مراقبة الأوضاع هناك. وأوضح هلال أن أي تهديد أمني في المنطقة ستكون له تداعيات على استقرار شمال أفريقيا بأكملها، مؤكدا أن المغرب سيتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات لحماية أمنه القومي إذا تعرض لأي تهديد مباشر. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس استمرار سباق التسلح بين البلدين في وقت تحاول فيه الرباط الحفاظ على جاهزية قوتها على طول الحدود الشرقية، بينما تراهن الجزائر على توسيع شراكتها العسكرية مع موسكو. كما يؤكد محللون أن أي تصعيد جديد قد ينعكس على أمن المنطقة المغاربية برمتها، خاصة في ظل الملفات العالقة بين الجانبين، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية وملف الحدود المغلقة والتوتر الدبلوماسي المستمر منذ سنوات. وفي المقابل تدعو أطراف دولية إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية تفاديا لانزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة لا تخدم استقرار المنطقة ولا مصالح شعوبها.